بيت العيلة وعزايم بيت العيلة واللمة. ورمضان طبعا محلاش غير باللمة. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وعودها علينا وعليكم الأيام بخير. ربنا يفرحكم يا رب بأعز ما عندكم، ويا رب يرزقكم الجنة، وكل سنة وانتم طيبين. الأول هنبدأ الفيديو بتاعنا، هنسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا جماعة، عزومة عزايم في رمضان، يعني المحشي ملك العزومات يا حبايبي. ما فيش عزومة كده تقريبا بتخلى من المحشي بتاعنا بتاع زمان. طبعا العزايم بكون انت معزومة في بيت اهلك، او في بيت العيلة، فبتحس كده بلمة زمان واكل زمان وطعام زمان وريحة الاكل بتاعت زمان. فالمحشي بتاعنا النهاردة هنعمله بالطريقة العادية الفلاحي، الطريقة القديمة بتاعتنا بتاعت ايام زمان. طبعا معانا كمية الرز على حسب بقى ما انت هتعملي. احنا طبعا كنا عاملين الاكل بسم الله ما شاء الله بكميات. يا رب يا رب يرزقهم يا رب. طبعا الرز اتغسل بتاعنا، وعملنا الصلصة طبعا اللي هي تسبيكة الصلصة. البصل اتحمر، وعملنا كمية طماطم صلصناها أو اتسبكت. وبعد ما بردت المحشي ده على البارد يا جماعة، مش هنسخنه على نار ولا حاجة. فغسلنا الرز، نزلنا بالصلصة. يعني راس توم كبيرة حلوة كده. احنا بنعمل المحشي بالتوم يا جماعة، بيبقى محشي خطير 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 خطير، وبيديكي طعم بتاع أيام زمان. بعد ما حطيت الراس التوم بتدقيها او تفرميها في الكبة. التوابل بتاعتك بقى اللي هي فلفل وكمون وكزبرة. طبعا المحشي بيحب الكمون، احنا يعني شخصيا بنحب المحشي بالكمون. بنحب نكتر كده الكمون والتوابل بتاعتنا اللي هي الفلاح الأصلية بتاعتنا بتاعت زمان. فبنحب ان احنا نكتر فيها التوابل اللي هي الفلفل والكمون والكزبرة. حطينا طبعا شوية زيت علشان هنقلب الخلطة الأول. وطبعا حطينا ده بنضيف بقية الصلصة والخضرة بقى يا جماعة. يعني المحشي، عايزة تملكي المحشي بتاعك كتري الصلصة وكتري الخضرة معاك. هنا معانا شبت وكزبرة خضرة متقطعين على بعض. وهنقلب المحشي بتاعنا. طبعا احنا مظبطين الملح بتاعنا في الصلصة. احنا عندنا كده يعني ايه، بنحب دايما في المحشي الحلة او السطر الاولاني بنعمل بقى بنفرش الفرشة بتاعتنا، فرشة الحلة كده من العروش بتاعة الكرنب، واللي هي العنق برضو بتاعة الشبت، وبصلاية كده بنقطعها. ودايما السطر الاولاني بنحب نعمله اللي هي الورقة اللي هي الخضرة، لان كده كده السطر الاولاني ده يا جماعة بيتلسع. ويعني ايه مش بس احنا طبعا احنا الكبار بنحب كده نجيبه مقرمش كده بنحب ناكل فيه. فهنا طبعا احنا طبعا كنا مجموعة، العيلة كلها متجمعة ما شاء الله يا رب. هنعمل بقى هنا المحشي. فكان في فريق بقى بيعمل محشي. هنا طبعا الكفتة، طبعا الكفتة دي كفتة اقتصادية يا جماعة. يعني عبارة عن ايه بقى الكفتة دي؟ وحدتين بطاطس ووحدتين بصل وقرنين فلفل على راس توم كده وشوية خضرة، وهنفرمهم في المفرمة العادية بتاعت زمان. كل الأكل بتاع النهاردة يا جماعة، حتى الأجواء، احنا طبعا عملنا الأكل على السطح، وكانت الأجواء أجواء ريفية جدا وأجواء بتاعت زمان. وما شاء الله كان يوم جميل جدا. فحبينا كده يعني ايه، حبيت اصوره معاكم وحبيت اوريكم الاجواء بتاعتنا. وفطرنا على السطح، والعادات بتاعتنا في التجمعات او في عزايم رمضان. كل سنة وانتم طيبين. طبعا هنا الكفتة بتاعتنا فرمناها في المكنة العادية، لا كبة بقى ولا خلاط ولا مفرمة ولا اي حاجة. هي المكنة القديمة بتاعت زمان دي ما شاء الله عليها بتخلي الكفتة معايا كده مش مهرية زي الكبة، مش مفرومة أوي زيادة عن اللزوم. وفي نفس الوقت الفرم بتاعها بيبقى فرم مناسب. تيجي كده تاكلي يعني صباع الكفتة تحس بطعم اللحمة وتحس بطعم الحاجة فيه. تبقى الحاجة طبعا مستوية، لكن لها طعم تاني يا جماعة. هنا طبعا المحشي خلاص احنا عملنا تقريبا حلتين كبار، كانوا معملين محشي كرنب كده. احنا طبعا في عندنا أطفال بتحب الورق الأخضر، عشان كده ما بنرموش. يعني بنرمي ليه الخضرة زيادة عن اللزوم بنحوشها، لكن في برضو عندنا زي ما قلت في ناس بتحب الورق الأخضر ده، فبندخله كده جوه المحشي بتاع الكرنب. المحشي ده يا جماعة بيبقى يعني ايه، أي أكلة في التجمع سبحان الله، وبالذات أكل رمضان. ربنا يعودها علينا وعليكم الأيام بخير. هنا طبعا هنخلص كمية المحشي اللي معانا. وطبعا كان فات شوية رز، فهنعمل معاهم يعني حلة صغيرة كده صغنطوطة محشي كوسة، علشان برضو اللي حابب ياكل محشي كوسة. طبعا احنا مرضناش نعمل محشي بتنجان وكده، لان طبعا في صيام،
والبتنجان من الحاجة اللي هي بتعطش يعني، او بتحب يعني ايه، بتخليكي تشربي مية كتير. فاحنا اكتفينا بمحشي الكرنب، وهنعمل اصناف تانية طبعا هوريها لكم، وهتعرفوا معانا احنا قضينا يومنا ازاي، او كان الفطار بتاعنا في التجمع ازاي. كل سنة وانتم طيبين، وفي بيوتكم ومع اهاليكم فرحانين ومبسوطين، ويا رب يعودها علينا وعليكم الايام بخير. طبعا احنا خلصنا هنا المحشي الكرنب، وزي ما قلت لكم فات شوية كده عملنا بيهم محشي كوسة. يعني ايه، علشان ما نبقيش رز او ما نفوتش رز. هنغطي عليهم بقى، وهنعمل معانا خلطة الفراخ. احنا كده بنعمل ايه، يعني بنجهز الاول، يعني الحاجة الاصعب فالاصعب فالاصعب. فالاساسيات الاول ان انت تجهزي حاجة المحشي وتحشيها كده، خلاص يعتبر نص العزومة خلصت. تتبيلة الفراخ بقى، ومعانا وخلطة الكفتة. خلاص كده يا جماعة، يعني دي الاساسيات لما تكون في اي عزومة انت بتعملي. معايا الخلطة بتاعت الفراخ بتاعتي. معانا هنا طماطم وبصل وفلفل، وهنحط طبعا الملح والتوابل بتاعتنا. وعايزة تضيفي بقى يعني كوباية أو كوبايتين زبادي، مش عايزة تضيفي زبادي، بس احنا عملناها كده يا جماعة. وهنحط لها كمان معلقة عسل أبيض أو معلقة سكر علشان تحمير الفراخ. خلاص. ومعانا بهارات فراخ، وهنفرمهم في الخلاط. وطبعا الفراخ بتاعتنا مغسولة ومنقوعة كويس. هنقطعها بقى وهننقع. يعني دول يعني كانوا 5 فرخات يا جماعة، كانوا 5 فراخ. خلاص. هنقطعهم بقى، وهنحط عليهم التتبيلة، وهنسيبهم منقوعين. كل طبعا التجهيزات ديت كانت آه، يعني كانت أول حاجة في النهار قبل ما ندخل في الطبيخ، فنسيبهم بقى منقوعين كده حوالي ساعتين. احنا طبعا بنجهز زي ما قلت، وبعدين هنيجي بقى على العصر هنسوي كل الكلام ده كله. خلاص. الفراخ دي منقوعة زي ما قلت. أهم حاجة تغسلي الفراخ بتاعتك وتشطفيها، ولو حابة تعملي التتبيلة وتنقعي من بالليل انقعي من بالليل. كل ما الفراخ بتتنقع بتبقى أحسن. طبعا هنا خلاص معانا بط هنا يا جماعة. علشان برضو في يعني اللي حابب ياكل فراخ ياكل، اللي حابب ياكل بط ياكل. البط بتاعنا بنمسكه في الحلة بننشفه على نار هادية بقى. 1 طماطم، 1 بصل. بتحطهم كده تشوحيهم مع التوابل بتاعتنا، اللي هو الفلفل والكمون والكزبرة. وبنحط طبعا الحبهان والورق اللورة. ولا ساعة ما يتنشفوا مع بعض كده بنغطي عليهم النار، او بنزودهم وبنغطي عليهم لما يستووا معانا. هنا طبعا دي صينية الكنافة اتعملت. انا كنت عاملة معاكم الكنافة قبل كده، كنافة بالقشطة. وعملنا صينية جلاش. طبعا ما حبيتش اجيب معاكم برضو، لان انا كنت عاملاها لسه معاكم على القناة، اللي هو تعصيج اللحمة يعني، ولفينا الجلاش. حاجة سهلة جدا. دي الكفتة طبعا بعد ما صبعناها ولفيناها كويس بالبقسماط، طبعا بعد ما اتعجنت احنا ضفنا لها يعني بيضتين والتوابل بتاعتنا اللي هي خلطة الكفتة. وبرضو الكمون والفلفل الاسود والكزبرة الناشفة، التوابل بتاعتنا. وزي ما قلت بنكسر عليها كده بيضتين وبنعجنها كلها في بعضها، وسبناها في التلاجة لحد ما المكونات تدخلت في بعضها. وبعدين صبعناها بالبقسماط وحمرناها. دي الكفتة الاقتصادية يا جماعة اللي أنا كنت عملتها برضو معاكم على القناة قبل كده. فهي يعني دي الأكلات بتاعة العزايم يا جماعة. هنا كده هنحمر الكفتة وهنسيبها، هنرجعها قبل الفطار ب10 دقايق أو بربع ساعة. هنحطها على النار، أو يعني احنا محطناهاش على، احنا دخلناها الفرن يا جماعة في التحمير، يعني على أساس إن هي تتحمر أو تستوي على نار هادية. هتكمل السوا بتاعها على النار. هنا الكفتة بتاعتنا بعد ما اتحمرت. آه، زي ما قلت لكم اهم حاجة ان انتي تعملي الاكل بتاعك وتنظمي الخطوات بتاعتك، فهتلاقي معاكي اليوم فات واليوم كان سهل جدا وكان بسيط، ما هياخدش معاكي اي مجهود خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا طبعا عاملين الصبع الكفتة يا جماعة، يعني بيبقى محمل شوية كده علشان احنا لما بنيجي ندي مثلا النوايب او المناب او النوب بتاع الواحد بنديله مثلا يعني ربع فرخة ربع بطة على حسب، ومعاه صباعين كفتة. فاحنا بنعمل الصوابع الكفتة بتبقى محملة شوية او كبيرة شوية. ما يعني لو انت حابة بقى تعمليها صغيرة عشان ترمي معاكي كمية اكتر. الكفتة او الصباع بتاع الكفتة ده على حسب ما انت عاوزة، او على حسب يعني الافراد اللي عندك.
احنا طبعا كنا عاملين 2 كيلو لحمة مفرومة على الخلطة بتاعتنا، فاحنا كنا مكبرين اصلا صوابع المحشي صوابع الكفتة بتاعتنا. هنا طبعا خلاص العصر كان أذن، فولعنا بقى على المحشي. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده زودناه بالشوربة المرقة بتاعة البط، لأن طبعا احنا مش عاملين مرقة خالص، هي مرقة البط. زودنا بيه المحشي وولعنا عليه على البوتاجاز. وبرضو شوية الكوسة معانا هنحطهم على النار وهنزودهم بالمرقة وحطيناهم على البوتاجاز. هنا طبعا الفراخ بتاعتنا بقى علشان تفضل سخنة، لأن في معانا أكلات كتيرة هتدخل الفرن، يعني في كام حاجة كده هندخلهم الفرن. فدخلنا بقى رصينا الفراخ كده زي ما انتوا شايفين في صينيتين ودخلناهم الفرن علشان يستووا، لأن الفراخ هتاخد معانا وقت. فبدأنا بيها الأول، خدناها يعني حطيناها في الفرن الأول. المحشي طبعا احنا على السطح عندنا في بوتاجاز، حطينا المحشي بقى على البوتاجاز اللي على السطح. والبوتاجاز التاني هنعمل بيه اللي هو الشعرية أو الرز بالخلطة. خلاص، معايا هنا كيلو، حوالي كيلو شعرية لسان عصفور، وكيلو شعرية من اللي هي الشعرية العادية، طبعا بشوية زيت بقى وهنحمرهم. التحمير بتاعهم بقى يعني يبقى ذهبي، اللون الذهبي، ما تغمقيش الشعرية او لسان العصفور معاكي كتير. انا طبعا بحمرهم الاتنين على بعض يا جماعة، الاتنين في حلة واحدة. ايدك فيهم على طول وهتلاقيهم كلهم في الاخر خدوا معاكي نفس اللون. بس اهم حاجة في تحمير الشعرية او لسان العصفور ان انت ايدك فيهم تفضلي تقلبي كده على طول. اول ما ياخدوا معاكي اللون الذهبي يعني اهو، عشان احنا يعني بنحمرهم يعني ايدي فيهم على طول في التقليب، فما شاء الله كلهم واخدين نفس اللون. فما تقوليش بقى ان الشعرية لسان عصفور هتتحمر بسرعة، لا الشعرية يعني هتتأخر شوية، لا هما الاتنين هياخدوا نفس التحمير بس ايدك فيهم. طبعا حطينا لها معلقة كركم، وحطينا التوابل بتاعتنا ومرقة دجاج بقى. لو انت حابة عندك مرقة او عندك شوربة مش عايزة تضيفي شوربة، ما عندكيش هتكتفي بمرقة الدجاج. اعملي العيار بتاعها زي عيار الرز بالظبط، يعني نفس عيار الرز هو نفسه اللي بعمله للشعرية. هغطي عليها واسيبها تتشرب، وبعدين هعمل معانا شوية رز بالبسلة والجزر، انا كنت برضو عاملاهم معاكم في القناة. آه، هنا الشعرية معايا او الرز بالخلطة معايا استوى. انا كنت حطيت له ورقة لومي وعود قرفة كمان على فكرة وانا بحمر الشعرية. خلاص، اول ما يشرب معايا هضيف له الزبيب بتاعي وهغطي عليه. هياخدوا يعني هيشربوا او هيترددوا او هيكملوا السوا بتاعهم على نار هادية مع بعض. هيقعدوا حوالي من 10 دقايق لربع ساعة على نار هادية. فالزبيب لما تحطيه على وش الاكل كده بيستوي على البخار. هنا طبعا معايا البسلة بتاعتي والجزر قطعتهم وهشوحهم برضو بواحدة لومي وعود قرفة. ونزلت بقى بعد ما تشوحوا كده نزلت معانا معلقة كركم برضو ومعايا التوابل. واول ما يعني احس ان هم خلاص اتشوحوا مع بعض بالتوابل والريحة طلعت، هنزل بالرز بتاعي. هديلهم برضو تشويحة كده على يعني حوالي دقيقة دقيقتين كده. وبعد كده هزود العيار بتاعي، عيار المية طبيخ رز عادي يا جماعة، ده رز عادي مش رز بسمتي. هتحطي بقى عندك برضو انا زودنا هنا مرقة، وحطينا كمان يعني برضو مكعبين مرق يطعموا الاكل معانا. هنا طبعا خلاص كده تقريبا الاكل شبه خلص يا جماعه. يعني شويه الكوسه او حله الكوسه اللي احنا كنا عاملينها هجيبها بقى كده، يعني هي كانت استوت سوا كامل يا جماعه، احنا سوينا الكوسه سوا كامل. فانا عملت هنا خلطه وحطيت فيها الكوسه، يعني رصيت الكوسه كده في الصينيه وعملنا خلطه بسيطه كده وهحمر الكوسه بتاعتنا. جربوا الطريقه دي يا جماعه، طريقه جميله جدا وسريعه، اسرع مثلا ما بتحطي الكوسه يعني وتدخليها بتسويها في الفرن. انا سويتها سوا عادي خالص على النار، وبعدين رصيتها كده في الصينيه معايا وعملت لها الخلطه. الفراخ بتاعتنا كانت اتحمرت خلاص، هنحطها كده في الطبق. وطبعا قلبناها على الناحيتين. فطبعا الصواني كتير عندنا مشغوله، فحطينا في نفس الصينيه اللي عملنا فيها الفراخ هنحط برضو البط كان استوى، فهحط له برضو من الخلطه اللي انا عاملاها وهدخله ياخد تحميره كده في الفرن. هنا طبعا الجلاش هديله تشميعة كده قبل ما اعمل له الخلطة، يعني علشان الجلاش بتاعي يبقى مقرمش، فدخليه الفرن
حوالي 5 دقايق كده، وما تحس انه هياخد اللون، هحط له خلطة التشريبة بتاعتنا، كوباية لبن، وحطيت هنا بيضتين، واحط شوية فلفل اسمر عشان الزفارة، وشوية كمون، وهقلبهم في بعض، ذرة ملح يعني مش كتير، وهنزل بيهم على الجلاش بتاعي. هنا خلاص، انا شبه خلاص خلصنا الاكل. زي ما انا قلت لكم، انا عملت خلطة للكوسة وللبط. الخلطة دي نسيت اقول لكم عبارة عن ايه. يعني عبارة عن 3 حبايات طماطم مثلا، او 3 وحدات طماطم، على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. يعني طماطم، وقرنين 3 فلفل، وواحدة بصل صغيرة، والتوابل بتاعتي، وفرمتهم في الخلاط مع شوية زيت، ونزلت بهم على وش الكوسة، وعلى وش البط برضو في التحمير. هنا طبعا البط كمان معايا اتحمر، فكل اللي بيتحمر كده اول باول بنحطه كده في الطبق. طبعا برضو انا عشان الاكل ياخد معايا ريحة الفحم، فولعت فحمية صغيرة كده، وهغطي بقى على الطبق ده. طبق سلستين كبير يا جماعة، بس هو باين طبعا الكاميرا مبيناه صغير. الطبق ده طبق سلستين كبير، او عجان كبير يعني، لمين فيه الفراخ وكده، فغطيناه يعني بصينية كبيرة. كل حاجة كده خلاص معايا، الجلاش والكنافة وكل حاجة تقريبا خلاص. ودول بقى الأولاد، ده شكل السطح بتاعنا يا جماعة. طبعا احنا معلقين كده زينة رمضان. ودول طبعا الأولاد الصغيرين، قاعدين بقى، فرشنا الحصر كده وقاعدين مبسوطين، وقاعدين منتظرين بقى ساعة الفطار. هنا خلاص المفرش معايا بيتفرش ما شاء الله. العيلة كلها بسم الله ما شاء الله متجمعة على المفرش بتاعنا ده. يا رب يدومها علينا تجمع يا رب. وكل سنة وانتم طيبين واحنا طيبين، ويا رب يفضل مجمعنا دايما على الخير. طبعا هنا خلاص الغرف بقى، المحشي كده قلبناه على الصينية، ودي الكوسة شكل الكوسة، وعملنا سلطة بقى. طبعا دي ساعة التقديم وساعة ما احنا بنغرف، لأن العدد كبير، فكون كلنا كنا بنغرف، وكل اللي بيقدر يعمل حاجة بيعمل. هنا العصير بقى، كنا عاملين يا جماعة 3 أنواع عصير، بس بصراحة احنا ملحقناش نصور يعني، في الآخر كده كله كان يعني خلاص بقى، يعني خلاص ما كانش حاجة على الأذان. حوالي 5 دقايق، فكنا عايزين نغرف بسرعة. فده كان معايا عصير مانجا، وكان في عصير جوافة، وكان في عصير برتقان، لأن طبعا في ناس يعني اللي بيحب المانجا، واللي بيحب البرتقان، واللي بيحب الجوافة. ما شاء الله السفرة بتاعتنا كانت كبيرة جدا. عملنا برضو كذا صنف أو كذا أكلة. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة واحنا طيبين. وده شكل الاكل بتاعنا النهائي يا جماعة. طبعا انا حاولت اصور كده على قد ما قدرت. طبعا انتوا عارفين احنا في رمضان، وتجمع بقى واطفال، وما شاء الله ما تقدريش تسيطري. ده شكل الاكل بتاعنا وشكل النوايب بتاعتنا. حطينا كده في كل طبق يعني ربع فرخة او ربع بطة، مع قطع او قطعتين جلاش، وسبعين كفتة، وشوية شيبس كده. ده كان كل واحد له وجبة من دي، او مناب من ده، او طبق من ده. خلاص. خلاص بقى الأولاد بقى كل اللي بيقدر يساعد بحاجة. وطبعا الطبق المخلل الأساسي معانا في كل أكلة. احنا بنعشق مخلل الزيتون وأي مخلل. ده فيديو النهاردة، وده كانت أول عزومة في بيت العيلة، وأكلنا على السطح، والعزايم على السطح، وإن شاء الله العزايم تتوالى. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة واحنا طيبين. أتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، وادعمونا يا جماعة بلايك وشير، وتعليق كده حلو منكم هيفرحنا. وادي الاولاد قعدوا بدأوا يقعدوا بقى، عشان كلهم كانوا صايمين وخلاص الاذان أذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.